أحلى سلام وبكل لغات العالم وكل تعابير الكلام وبلغة القرآن. لغة الضاد لغة أهل الجنة، أحلى اللغات وأنقاها، أبهاها أغناها وأسماها، أصفاها وكل مشاعر الود والمحبة والاحترام. لكل متابع ومشترك قناة الأفاضل الأكارم الأعزاء، نلتقي في فيديو جديد متجدد كالعادة، نسلط فيه الضوء على أسد من الأسود الجزائرية الجموحة التي لا تتوقف عن الزئير، الذي ضاع صيته في ألمانيا وكل العالم وتحسرت عليه الصحافة الألمانية، الاتحادية الألمانية وحتى مدرب المانشافت. إنه ما زادونا ببساطة على شاكلة ساحر التانغو الأرجنتيني ديغو أرماندو مارادونا. إيبو كما تلقبه الصحافة الألمانية، أحد النجوم في البوندسليغا والمرشح لجائزة أفضل لاعب صاعد وبنسبة كبيرة سيحسمها صاحب 20 ربيعا. قبل المواصلة لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس، تعليق تشجيعي أو حتى نقد بناء ليصلكم الأفضل الأجود الأجمل الأحسن الأكمل الأمتع الأنقى الأبهى الأسمى الأروع الأصلح والأحدث دوما. إبراهيم مازا، هذا الفتى الذهبي قبل عام فقط أبدع مع هيرتا برلين الألماني في الدرجة الثانية الألمانية، من أب جزائري وأم فيتنامية ومولود وترعرع بشوارع برلين الألمانية. لديه ميزات خيالية تجعل منه مطلوب لدى كل الأندية. أولى الميزات أو الميزة الأولى النظرة الثاقبة والشاملة والقراءة الجيدة لكل الملعب. الميزة الثانية سرعة البديهة في توقيت طلب الكرة في المكان والزمان الأمثل. الميزة الثالثة اللمسة الأولى في الترويض واستقبال الكرة مع سرعة التنفيذ في اتخاذ القرار في المسار القادم الذي ستتخذه الكرة. الميزة الرابعة الانسيابية والمرونة والسلاسة في استخدام المراوغة بالجسم والتمويه مما يصعب على المنافس توقيف أو قطع الكرة منه. الميزة الخامسة والأهم التمريرات الدقيقة الكاسرة للخطوط، ممتاز فيها بشكل مذهل، تجعل منه ملك كسر الخطوط، وهذه الميزة هي ما تجعل منه عملة نادرة وجوهرة حقيقية ثمينة، جعلت أعتى وأغنى وأفضل الأندية الأوروبية تحول بوصلتها عنده وتركز عيونها وكشافها إلى معقل ناديه بايرن ليفركوزن. تكلمنا عن الميزات، يضاف إليها الشخصية والكاركتير والكاريزما القوية، إضافة إلى السلوك الاحترافي والانضباط والعمل الجدي وحبه وعشقه لكرة القدم، فهو يمتع ويتمتع بلعب الكرة. كل هذا جعل نوادي في صورة نادي برشلونة العريق وأفضل من يلعب كرة القدم، ملك الكرة الشاملة مهتم به منذ كان المغرب، إضافة إلى كل من تشيلسي، أرسنال، أتلتيكو مدريد، الأهلي السعودي وآخرهم، وأكثرهم وفرة من الحظ للتعاقد مع نادي مان سيتي الذي قدم قبل عرضا لليفركوزن الذي رفع مطالبهم إلى 70 مليون يورو. الآن حسب رأي أي نادي يمكن خدمة الموهبة والجوهرة مازا. حسب رأي المتواضع مازا لديه النظرة الثاقبة وسريع في الاستلام والتمرير وكسر الخطوط وصناعة الخطر، ويصول ويجول في كل بوصة بالملعب، بمعنى طريقة لعبه تتطلب اللعب المباشر السريع، المرتدات والتحولات السريعة. كأمثلة نوادي مثل أرسنال، أتلتيكو مدريد، ريال مدريد وغيرهم من يتقنون التحولات السريعة، لكن نوادي تلعب الاستحواذ فهي تخنق نوعا ما إيبو وتنقص من فعاليته وخطورته. إبراهيم مازا حسب رأيي يستطيع اللعب في أي نادي بالعالم، وبالإمكان كبير ألمانيا بايرن ميونخ لن يفرط فيه وسيستخدمه، وهو الذي يملك أجنحة نفاثة، إضافة إلى السفاح هاري كين. من كل قلبي أتمنى ألا ينتقل إلى السيتيزن بسبب الأصلع غوارديولا الذي ظلم محرز، والآن آية نوري يتذوق نفس الكأس الذي شرب منه محرز. لا نريد للاعب جزائري آخر أن يتعرض لنفس الظلم. سلام.